مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى لكم تكونوا بخير ان شاء الله، تكونوا في احوال جيده. اليوم ان شاء الله وجدت معكم لوبيا بطريقتي. هنايا عندي اللوبيا اللي كنكون درتها في الماء طايب، اللي كنديرها في الليل في الماء طايب، يعني باش كتكون يعني كتكون تفزقات ليا مزيان. وغادي نضيف عليها عندي هنايا يعني 2 حبات من الطماطم اللي كيكونوا محكوكين، مع واحد المعلقه من يعني مركز الطماطم. بسم الله. وعندي هنايا واحد البساله اللي كنكون شلطتها، يا اما كنشلضوها اولا كنديروها في الهشوار. انا هنا وضعتها في الهشوار حتى مع نصف كأس عفوا من الماء وطحنتها. بسم الله. وعندي هنايا قزبر ومعدنوس اللي كيكون مفروم. وعندي هنايا في التوابل عندي التحميرة أو البابريكا، القليل من الكمون، ونصف ملعقة من الكركم أو الخرقوم، نصف ملعقة من الإبزار، نصف ملعقة من سكينجبير أو الزنجبيل، والملح حسب الذوق. وغادي نضيف عليها الزيت. بسم الله. وغادي نوضعها فوق النار تشحر. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا ولا ما كتغلي لينا. ما ذكرتش لكم عفوا واحد 2 فصوص ديال الثومه ما ذكرتهمش في الاول. هنا من بعد ما بديت يعني نقيتهم وحكيتهم. هنايا غادي نضيف عليها الماء، وغادي نسد عليها على النار اللي كتكون يعني متوسطه ويعني مايله يعني ناقصه شويه باش ما كتفرتش ليا، كتبقى صايمه. نردها ونقص عليها لمده ديال 20 دقيقه ونرجع لها. من بعد ما كنحل عليها كنلقاها طابت، يعني كنعاود نشعلها غير الا كان فيها شي شويه ديال الماء باش يعني البلول باش كتشرب. وهي هذه كتكون المريقه ديالها كيف ما كتشوفوا معايا، مريقه خاطره وبصحه وراحه. نتمنى انها تعجبكم. السلام عليكم.